واحدة من أعرق وأشهر القبائل العربية والعدنانية، والتي كان لها تاريخ مجيد منذ الجاهلية وحتى الآن، ومن القبائل الكبيرة المترامية الأطراف، والتي تعود إليها في وقتنا الحالي أسر أصيلة حاكمة لبلدان عربية، وهي أول قبيلة تكون لها الزعامة على قبائل ربيعة في العصر الجاهلي، إحدى القبائل التي كان لها ولا زال شأن عظيم في التاريخ الجاهلي والإسلامي والتاريخ المعاصر. قبيلة عنزة الربعية العدنانية العريقة في هذه الحلقة من علوم القبائل. أنا أخوكم الحارث بن سعيد، وحياكم الله في قناة محصول. بداية تعرف القبيلة بأنها جماعة من الناس تنتمي في الغالب إلى نسب واحد يرجع إلى جد أعلى أو إلى اسم حلف قبلي يعد بمثابة جد، وتتكون من عدة بطون وعشائر، وغالبا ما يسكن أفراد القبيلة إقليما مشتركا يعتبرونه وطنا لهم، ويتحدثون لهجة مميزة، ولهم ثقافة متجانسة أو تضامن مشترك حيال أي أمر قد يهدد كيانهم من أطراف خارجية. وتعود قبيلة عنزة نسبا إلى وائل ابن قاسط، وصولا إلى ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ذرية نبي الله إبراهيم عليه السلام، وسميت عنزة بهذا الاسم نسبة إلى عامر ابن أسد ابن ربيعة بسبب قيامه بطعن رجل وقتله بواسطة العنزة، والعنزة عبارة عن رمح قصير. ومع التطور الطبيعي للهجات العربية تغير نطق الاسم من عنزة إلى عنزة في وقتنا الحالي، وتنقسم عنزة إلى ثلاثة أقسام كبيرة، وهي تغلب ابن وائل ابن ربيعة، وبكر ابن وائل ابن ربيعة، وهزان ابن صباح ابن ربيعة، مع اختلاف المصادر في نسب بني هزان. وقد جمع بينهم حلف تحت مسمى عنزة، ودخلت فيه أغلب قبائل ربيعة إلا بعضها. كان يطلق على قبيلة عنزة قبل الإسلام ربيعة الفرس بسبب أنهم ورثوا الخيل عن أبيهم نزار ابن معد، وإلى الآن قبيلة عنزة تملك سلالة من الخيول العربية الأصيلة التي تعد من الأفضل بينها. وسكنت قبيلة ربيعة في جنوب وأطراف مكة قبل الإسلام بقرون، وثم قبل ظهور الإسلام بقرن واحد استقروا في نجد، وتحديدا في حمى ضرية أو كما يطلق عليه قديما حمى كليب. ثم تفرقت قبائل ربيعة بعد حرب البسوس، مثل قبيلة أكلب في الجنوب مع وجود اختلاف في نسبها، وقبائل عبد القيس في البحرين والإحساء. أما بكر وتغلب فنزلوا في خيبر بالحجاز بعد الهجرة، وهي ديارهم منذ 1400 سنة هجرية وإلى الآن، ومنها انتشروا في نجد والشمال ومعظم دول الخليج العربي، وفي بادية الشام والعراق وسيناء وفي مصر وفي ليبيا. وأما بنو هزان فقد استوطنوا نجد وتحديدا الحريق ووادي نعام. ومن أهم الأدوار التي لعبتها قبيلة عنزة العريقة في الجاهلية دورها الكبير والفارق في معركة ذي قار ضد الفرس، والذي أعده الكثير من الباحثين بأنه فضل لقبيلة بكر الوائلية على العرب، بعدما تواجه العرب بقيادة هاني بن مسعود الشيباني البكري مع الفرس بسبب رفض ملك المناذرة في الحيرة آنذاك النعمان بن المنذر تزويج إحدى بناته لكسرى فارس، الأمر الذي أدركه المنذر بسبب رفضه طلب كسرى بأن الأخير لن يسكت، فبحث عن قبيلة تساعده وتقف معه. وحسب المصادر فإن قبيلة بكر الوائلية هي القبيلة الوحيدة التي لبت للمنذر طلبه وساعدته. هذه هي الفلاة أمامكم، من يريد الرحيل فليرحل، انجوا بأنفسكم وأهاليكم، أما أنا فسأبقى. أن يهلك بطن وتنجو كل بطون بكر بن وائل خير من فناء الكل. هذا ما أراه، ولا ألزمكم بما أرى. سأقاتل كسرى ولو بقيت وحدي. وقبل وفاة المنذر ترك ماله وحلاله وبناته بأمانة هاني بن مسعود الشيباني، وذهب ليقابل كسرى بعدما استدعاه، ولكنه مات في فارس من الأمراض المنتشرة في السجن، ليقرر بعدها إمبراطور فارس إرسال رسول إلى بني شيبان البكرية طالبا فيه حلال وبنات النعمان، فرفضت قبيلة بكر تسليم تلك الأمانات، ليرسل بعدها كسرى جيشا كبيرا انتقاما
من رفضهم هذا، ليتواجهوا في منطقة تسمى ذي قار أو ما يسمى حاليا بطريف شمال المملكة العربية السعودية. فتكتسح قبائل بكر بن وائل من الذهلان واللهازم جيش كسرى وتبيده عن بكرة أبيه، وكان هذا أول انتصار للعرب على الفرس. ومن أشهر ملوك وشعراء وشخصيات قبيلة عنزة في الجاهلية كليب بن ربيعة التغلبي، أول من ملك قومه تغلب وبكر أبناء وائل وبعضا من قبائل ربيعة العدنانية. والزير سالم أو عدي بن ربيعة بن الحارث التغلبي المعروف بأبي ليلى المهلهل، وهو شاعر من أبطال العرب في الجاهلية ومن أصبح الناس وجها وأفصحهم لسانا. والشاعر عمرو بن كلثوم التغلبي شاعر جاهلي مجيد من شعراء المعلقات. والحارث بن عباد البكري الحكيم والشاعر وأحد سادات العرب في الجاهلية والذي يعد من أشجع العرب. وفي صدر الإسلام لا توجد معلومات كافية عن إسلام قبيلة عنزة، إلا أن هناك العديد من الصحابة يرجعون لهذه القبيلة الكريمة، ومنهم الصحابي عامر بن ربيعة العنزي، والصحابي زائدة بن حوالة العنزي، والصحابي سعيد بن قيس العنزي، والصحابي عبادة بن الأشيب العنزي، والصحابي حبيب العنزي الذي روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الأحاديث، وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وكان لأبناء هذه القبيلة الكريمة الأثر الكبير في حروب الردة والفتوحات الإسلامية، حيث يذكر أنهم أول من قاتل الفرس مع التابعي الجليل المثنى بن حارثة الشيباني أحد أبناء قبيلة بكر الوائلية بعد الإسلام ب4,000 رجل. وامتدت مشاركة قبيلة عنزة في الفتوحات الإسلامية حتى وصلت حدودها إلى تركيا، وتسمت على اسمها ولاية بكر التي لا تزال موجودة إلى الآن. وأيضا كان لقبيلة عنزة دورا كبيرا في معركة صفين مع الإمام علي بن أبي طالب إلى جانب قبائل عربية أخرى. وأنجبت هذه القبيلة العريقة منذ ظهور الإسلام وحتى يومنا هذا العديد من الشخصيات الثقيلة جدا والبارزة والمؤثرة. فمن عنزة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي العنزي، رابع الأئمة الأربعة الكبار وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي، والإمام الحافظ محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن الذي تتلمذ على يديه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي ومحمد بن ماجه وأبو زرعة والنسائي وابن خزيمة. وأحد رجال الإمام مسلم الرجل الصالح سيار ابن سيار الواسطي العنزي، والذي كان له شأن عظيم في الإصلاح بين الناس. والتابعي الزاهد طلق ابن حبيب العنزي الذي اشتهر ببره بوالديه وبطيب صوته في قراءة القرآن. ونظرا لتاريخ هذه القبيلة الكريمة الممتدة بالعراقة والمليء بالمجد والإنجازات، فإنها كما تسيد أبناؤها في الجاهلية قبائل ومناطق ومعارك، فإن لأبنائها اليوم ما كان شبيها بأمسهم المجيد. فمن عنزة حكام المملكة العربية السعودية أسرة آل سعود الكريمة، ويرجع نسبهم إلى المردة من بني حنيفة من ضنا مسلم من بكر العنزية. وكذلك حكام دولة الكويت أسرة آل صباح الكريمة، ويرجع نسبهم إلى البجايدة من نسل ضنا بشر من تغلب العنزية. وأيضا حكام مملكة البحرين أسرة آل خليفة الكرام، ويرجع نسبهم إلى آل بورباع من نسل ضنا بشر من تغلب العنزية، مع وجود اختلاف في تباين النسب وخصوصا بين آل خليفة وآل صباح، والذين عرفوا بالعتوب إلى جانب أسرة الجلاهمة، إلا أن الجميع يتفق على النسب والعرق